قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على سيدنا محمد وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بيبدأ الفيلم بمانجي، وده بيكون محارب ساموراي وعايش مع أخته مانشي، وبتيجي واحدة عجوزة عنده وبتسأله لو هو حاسس بالذنب، وبنعرف إنه هربان من الشرطة، وده لأنه قتل محاربين ساموراي ومنهم جوز مانشي أخته، ومن وقتها وهي اتجننت وهو كان عاوز ينتحر، بس حس بالذنب ناحية أخته المسكينة وقرر يهتم بيها. والعجوزة بتختفي من قدامه وبياخد باله إن أخته مش موجودة، بيروح يدور عليها في المدينة وبيلاقي مجموعة من المحاربين واخدينها رهينة وبيكونوا عاوزين يقتلوا مانجي مقابل الفلوس، ومانجي بيرمي سيفه وبيعلن استسلامه عشان ما يأذوش أخته، بس واحد من المحاربين بيقتلها بالسيف وده بيجننه وبيهجم عليه باقي المحاربين وبيكون عددهم كبير جدا، وهو بيتصدى ليهم كلهم وبيفضل يقتل فيهم واحد ورا التاني، لكن هو كمان بيتصاب وايديه بتتقطع وكمان بيتصاب في عينيه، وبيكون خلص على كل المحاربين ومش فاضل غير الزعيم بتاعهم اللي بيدخل في مواجهة بالسيف مع مانجي، بس مانجي بيقدر يتغلب عليه في الاخر وبيقتله هو كمان. بيروح عند جثة اخته وبيكون حزين جدا عليها وبيقع على الارض جنبها، وهنا بتظهر الست العجوزة، ولما بتروح عنده بيقول لها تقتله عشان يستريح، وهي بتطلع سكينة وبتجرحه في بطنه وبتطلع دود بتحطه على الجرح، والدود ده بيعالج كل الجروح اللي في جسمه لدرجة ان ايديه المقطوعة بتتوصل في جسمه، وبيمر على الحادثة دي 50 سنة. وبنروح لمكان بيتم فيه التدريب على الفنون القتالية، وصاحب المكان ده بيكون عايش مع مراته وبنته واللي بيكون اسمها رين، وفجأة بيقتحم المكان واحد اسمه كاجاهيسا ورجالته، وده بيكون زعيم مجموعة من قتلة الساموراي، هدفهم انهم يجمعوا اكبر عدد من القتلة ويحاربوا، وكاجاهيسا بيعرض على ابو رين ينضم ليهم والا هيقتلوه، وهنا ابو رين بيرفض العرض. بسبب ده الاتنين بيدخلوا في قتال مع بعض، بس كاجاهيسا بيكون اقوى منه وبيخلص عليه على طول قدام عين رين اللي بتشوف ابوها وهو بيقتله وبتنهار قدام جثة ابوها. وبعد فترة امها بتختفي وبتمشي وبتعيش رين لوحدها وبتكبر وبتكون عند قبر والدها بتزوره، وهنا الست العجوزة بتظهر من تاني وبتسألها هتعمل ايه، ورين بتعرفها انها عايزة تدور على امها وبعدين تحارب القتلة وتقتل زعيمهم وتنتقم منهم، بس الست العجوزة بتعرفها ان ده صعب ومش هتقدر تعمل ده، وقبل ما تمشي بتعرض عليها تستعين بحارس قوي يساعدها، وبتقول لها ان في محارب ساموراي خالد اسمه مانجي هيقدر يساعدها تحقق انتقامها. بالفعل بتروح رين تدور عليه وبتقدر في الاخر توصل للكهف اللي عايش فيه، ولما مانجي بيشوفها بيكون متفاجئ ومستغرب، وده لانها شبه مانشي اخته اللي ماتت وهي بتفضل تترجاه وبتقول له يساعدها علشان تنتقم لموت والدها. في الاول مانجي بيرفض لانه عارف ان غضبها مش هيوصلها للانتقام، ولما بتفشل تقنعه وبتيجي تمشي بيفتكر ان ممكن المحاربين دول يتعرضوا لها في الطريق، وبسبب ده بيقرر يساعدها وبياخدها معاه في الغابة، لكن بيعترض طريقهم واحد من المحاربين اسمه ساباتو، وبنشوف انه حاطط على كل كتف راس لشخص قاتلهم، ولما بيشيل الغطا من على الراس فيهم بتنصدم رين لما بتلاقيها امها وبتقرر تهاجمه وتنتقم منه وبتحدفه بالسكاكين اللي معاها، لكن بيقدر يتصدى ليها وبيروح عشان يقتلها، وهنا بيظهر مانجي وبيروح يهاجمه، بس ساباتو بيكون اقوى منه بكتير وبيغلبه وبيروح عشان يقتل رين، لكن مانجي بيقوم من تاني وبيقدر في الاخر يقتله، وخبر موته بيوصل عند كاجاهيسا اللي بيكون في اجتماع مع واحد اسمه هاباكي، ده بيكون له علاقات كتير مع الحكومة، وبنعرف انه راح لكاجاهيسا عشان يعرض عليه يفتح مدرسة لتعليم المحاربين بالسيوف في اليابان وهو يكون المعلم الخاص ليهم، وكاجاهيسا بيوافق على العرض بتاعه وبيكون عنده شروط انه يكون مدير المدرسة دي، وكمان المدرسة تتسمى على اسم مجموعة القوات بتاعته. وبنروح عند رين اللي بتكون في محل السيوف بتصلح سيف مانجي، وهناك بتاخد بالها من سيف والدها وبيكون معروض في المحل، وهنا رين بتكون عاوزة تاخده لكن الراجل بيديه لواحد من المحاربين التابعين لقوات كاجاهيسا، وعلى طول بتروح عند مانجي وبتعرفه اللي حصل، وهو بيروح الغابة وبيدور على المحارب ده عشان ياخد السيف منه، وبيلاقيه هناك وبتحصل مواجهة قوية ما بينهم، وبيقع مانجي على الأرض والمحارب بيقدر يطعن مانجي بالسيف في صدره، وهنا مانجي بيطعنه هو كمان وبيخرج مانجي السيف من صدره، والدود بيجي وبيلم الجرح، والمحارب بيكون شايف ده، ولما بيرجعوا مانجي بيدي السيف لرين، أما المحارب بيرجع للقوات من تاني وبيعالجوه، وهناك بيعرف كاجاهيسا اللي حصل وبيقول له ان رين اللي قتله وابوها تعاونت مع محارب ساموراي وانه قوي مش بيموت، ولما بينجرح الجرح بيتلم من تاني، وهنا كاجاهيسا بيبعت له واحد من محاربينه اسمه ايكو، بيروح له ايكو وبيعرض عليه ينضم ليه ويقتلوا كاجاهيسا هما الاتنين، بس مانجي بيرفض، وبسبب ده ايكو بيدخل معاه في قتال وبيتصاب مانجي، ومانجي بيقدر يطعن ايكو في بطنه، بس بيتفاجئ لما بيلاقيه هو كمان خالد وعنده دود بيعالجه، وبيعرفه انه عنده 200 سنة وان الست العجوزة هي اللي عملت فيه كده، وان اللي هو فيه ده نقمة مش نعمة، وده لانه كل ما يتعلق بحد يموت وهو بيفضل عايش بعد كل اللي بيموتوا. وفي الطريق رين بتاخد مانجي للبيت وبيكون متصاب،
بيقع على الارض وبيعرفها ان سيف ايكو فيه ماده بتضعف الديدان اللي جواه، وبيكون بيتألم وبتتخض رين عليه وبتطلع تجري في الغابه تطلب المساعده، بس بتلاقي ايكو في وشها اللي بيخطفها وبيروح بيها لبيته وبيكون مكتفها، فبتساله هو ليه عاوز مانجي معاه، وبيقول لها انه محتاج شخص زيه يكون خالد ولسه هيقتلها بالسيف. بيوصل مانجي عشان ينقذها وبيكسر الباب وبيهدده لو اذاها هيقتله من غير رحمه. الاتنين بيتخانقوا وبيضربوا بعض بالسيوف، وايكو بيطعن مانجي بالسيف اكتر من مره وبيبهدله على الاخر، وبتقدر رين تفك نفسها وبتطلع تشوف المنظر وهي مصدومه، وبيقدر مانجي يطعنه هو كمان وبيضعف قوته، وهما الاتنين بيكونوا متصابين. وهنا ايكو بيحط سم على السيف بتاعه، وبيعرف مانجي ان اللي هينطعم منهم بالسيف ده الدود اللي جواه هيضعف ويموت، وهو هيموت على طول ومش هيكون خالد. وبيتقاتلوا هما الاتنين مع بعض، ومانجي بيفضل يشرحه بالسيف اللي عليه السم وبيقدر في الاخر يقتله، وقبل ما يموت بيشكروا ايكو انه ريحه من الحياه اخيرا. بنروح بعد كده عند كاهاجيستا وبيكون هاباكي عنده، وبيعرفوا ان المجلس وافق على شروطه والمدرسه هتنفتح قريب، وبيكون كاهاجيستا مبسوط وبيعرف المساعد بتاعه ان هاباكي بعت له دعوه عشان يروح يقابل الزعيم بتاعهم في جبل تاكاو، وبيقرر كاهاجيستا يروح لهناك، وبيكون شايف ان حلمه قرب يتحقق. وبيوصل له خبر ان ايكو اتقتل، وبيطلب من واحده محاربه تتولى امر مانجي وتقتله. بنرجع عند مانجي ورين بتلاحظ ان جروحه لسه ما اتلمتش وبتكون قلقانه عليه، بس هو مش بيهتم. وفي الطريق بيلاقي المحاربه بتعزف على الجيتار وبيمسك سيفه وبيكون شاكك فيها وبتنده عليه، وهو بيطلب من رين ترجع البيت، وبيكتشف انها فعلا محاربه وبتعرفه ان اسمها ماكي، وانها اخدت عهد تكون وفيه لكاجاهاسا وتقتل اي حد يقف في طريقه، وعلى طول بتهجم عليه قبل ما يتكلم. بتكون قويه جدا وبيحاول يتصدى لهجماتها، وبتقدر تجرحه جرح عميق وبيتألم، بس بيصمد قدامها وبيكمل في قتاله. وفجأة بتختفي من قدامه ومش بيلاقيها، وبتطعنه من ظهره من غير رحمة، بس هو بيكمل في مواجهتها وبيحاول يصمد للآخر، وبتقدر تقطع له دراعه وبيستسلم، وبيقول لها تكمل وتقتله، لكن بتتراجع لما بتحس ان اللي هي بتعمله غلط. وهنا بتيجي رين وبتمسك السيف في مواجهة ماكي، وبتعرفها انه خاطر بحياته علشانها وانها مش هتسمح لحد يقتله. وهنا ماكي بتحس بالذنب اكتر وبتسيبهم وبتمشي، ورين بتعالج جروح مانجي وبيكون متضايق لانها اتدخلت وكانت ممكن تتاذي. اما ماكي بتبعت رساله لكاجاهاسا بتعرفه انها فشلت في مهمتها وما قدرتش تقتله. ورين بتكون نايمه بالليل، ولما بتصحى بتتخض لما مش بتلاقي مانجي في الكوخ، وبتطلع بره بتلاقيه بيجهز لها مانجي الفطار، وبيقول لها تتدرب لوحدها النهارده لانه عنده مشوار مهم. بتروح تتدرب لوحدها وهو بيروح يزور قبر اخته مانشي، وبيقول لها انه حاسس انه هيموت قريب ويقابلها. ورين بتاخد بالها من كاجاهاسا وهو بيتدرب بالفاس، وبتكون متعصبه لما بتشوفه في المكان. بتروح تزعق له وبتعرفه انه هيموت دلوقتي وبتهاجمه بسكاكينها، بس هو بيتفاداهم كلهم، وبيعرفها انها ضعيفه ومش هتقدر تموته، وبتساله ليه قتل ابوها من غير ذنب وانه ما عملوش حاجه. وهو بيرد وبيقول لها ان ابوها كانوا بيتدربوا على القتال في مدرسه جدها، بس جدها ما قدرش ابوه وطرده لانه بيقاتل بالفاس ودمر حلمه، وانه عمل كده علشان ينتقم ليه. وبتقول له يقتلها، بس هو بيمشي وبيسيبها. وبتكون متضايقه لما بترجع الكوخ عند مانجي وبيلاحظ مانجي ده، وهي مش بتعرفه انها قابلت كاجاهاسا واتكلمت معاه. اما كاجاهاسا بيتكلم مع مساعده وبيعرفه انه قرر يروح عند هاباكي لانه بعت له دعوه يقابل الزعيم بتاعهم، وهو بيحذره انه ممكن يتعمل له كمين في الطريق وهو رايح لوحده، لكنه مش بيهتم بده، وبيكون في واحد من المحاربين بيتجسس عليه. بالليل رين بتفضل تفكر في كلام كاجاهاسا ليها، والصبح مانجي بيكون ماشي مع رين وبيشوف اتنين من المقاتلين بيدخلوا في قتال مع بعض. واحد منهم بيكون تابع لكاجاهاسا والتاني غريب عن المدينه وبيكون اسمه شيرا، وبيقاتل باسم مانجي وبيقتل التاني. ومانجي اخيرا بيتعرف على الشخص اللي مستغل هويته وبيقتل الناس باسمه. هنا شيرا بيتجمع مع زمايله المحاربين ومانجي ورين، وبيعرفهم ان هدفهم هو قتل كاجاهاسا، وانه هيروح جبل تاكاو تاني يوم لوحده وهيكون متنكر. وبيسأله مانجي يعرف المعلومات دي منين، بيقول له انهم حاطين جاسوس هناك عنده، وبيتحركوا تاني يوم وراه، لكن بيكتشفوا ان معمول لهم كمين وان الجاسوس بتاعهم خانهم. وبيعترض طريقهم 3 من المحاربين التابعين لكاجاهاسا. وهنا شيرا بيطلع سيفه وبيهجم على اول واحد منهم وبيقطع له رجليه، وبيروح ورا التاني وبيفضل يقتله وبيخلص عليه بوحشيه. ولما بيروح عند المحاربه اللي فاضله بيفضل يعذبها وبيكون عاوز يعتدي عليها، اما رين بتدخل وبتمنعه يأذيها، وشيرا بيكون متعصب جدا وبيروح يضربها بقوه ومن غير رحمه، وبيروح تاني عند المحاربه عشان يعتدي عليها، بس رين بتواجهه بالسيف، وفي المره دي بيتريق وبيضحك عليها وبتجري تهجم عليه، بس هو بيرفع سيفه في وشها وبيقربه من رقبتها وبيكون خلاص هيقتلها. بيوصل مانجي وفي لحظه بيقطع له ايديه من غير تفكير، وده لانه فكر بس يأذي رين،
وبيقوم شيرا ياخد سيفه بايديه التانية وبيهرب من المكان بسرعة. اما مانجي بياخد رين وبيعالج جروحها، وهي بتقوله انها كانت خلاص مفكرة انها هتموت وانها بتتمنى تكون زيه، بس هو بيعرفها انه مختارش يكون كده وكان بيفضل يموت من فترة طويلة، وان كل اللي مر بيه والجروح اللي سابت اثر على جسمه مش سهلة. بيعرفها انه مرة زمان قتل واحد مسؤول بامر من الزعيم بتاعه، وانهم قالوا له انه بينهب فلوس الناس الابرياء من غير سبب وقتله، بس اكتشف بعد كده انهم خدعوه وان الشخص اللي قتله بريء، وده لانه كان هيبلغ عن الزعيم بسبب فساده، وبسبب ده قرر مانجي ينتقم منهم كلهم وقتل زعيمه والحراس بتوعه. بس للاسف واحد من الحراس دول كان زوج اخته مانشي اللي اتقتل قدام عينيها، وبسبب اللي حصل ده مانشي فقدت عقلها واتجننت من الحزن عليه، وهو اخدها وهرب بيها المكان بعيد، وكان بيقتل في كل اللي بيعترضوا طريقه. وان واحد من المحاربين المرتزقه قتل اخته وقتها وكان عاوز ينتحر ويموت نفسه، بس الست العجوزه هي اللي وصلته لهنا وخلته خالد بلعنه الدود بتاعتها. بيطلع بعد كده وبيروح يشتري حاجه لرين، وبيكون في محارب ومحاربه من رجاله شيرا بيراقبوه وماشيين وراه. اما رين بتسيب له رساله في الكوخ وبتودع المكان وبتمشي، والاتنين المحاربين اللي كانوا مع شيرا بيروحوا عند مانجي وبيسالهم هم عايزين ايه، وهم بيسالوه عن شيرا وبيعرفهم ان الاتفاق بينهم ملغي. بيسالوه عن السبب وبيقول لهم انهم بيقتلوه عشان الفلوس وعاوزين يقتلوا كجائزة عشان ياخدوا فلوس كتير، وبالشكل ده مش هتقدر رين تحقق انتقامها. وبيسيبهم وبيرجع للكوخ، وهناك بيفضل ينادي على رين ومش بيلاقيها، وبيلاقيها سايبه له الرساله وبتعرفه انها قررت تكمل رحلتها لوحدها وتنتقم من كجاهزة لوحدها، وده لانها كانت بتستغله ومش عاوزه تخسره بسبب انتقامها لانها بتحبه ومش عايزاه يموت على ايد محارب من محاربين كجاهزة في الاخر. وهو على طول بيطلع يجري يدور عليها وبيكون خايف جدا عليها، وبيفضل يدور عليها في الغابة وبيكون خايف انه يخسرها في الاخر زي اخته. بنروح بعد كده عند كجاهزة اللي بيوصل عند زعيم بلكاني واللي بيكون اسمه اباني، وهناك بيكلمه بأدب واحترام وبيطلب مباركته وبيشكره لانه وافق يخليه يفتح المدرسة ويكون مديرها، لكن اباني بيعتذر له وبيقول له ينسى الطلب ده، وبيحاول كجاهزة يعرف السبب، لكن اباني مش بيقول له وبيمشي من عنده وهو فقد الامل. وفجأة بيلاقي محاربين كتير محوطينه من كل مكان بقيادة هاباكي اللي بيعتبره عدو ليهم، وده بيجنن كجاهزة وبيطلع سيفه وبيفضل يقتل فيهم واحد ورا التاني. اما الزعيم اباني بنشوفه وهو مطلع سيفه وبيطعن بيه نفسه، وبنروح عند رجال كجاهزة اللي بيكونوا مفكرين ان كجاهزة وصل عند اباني وانهم متفقين سوا وبيتناقشوا في افتتاح المدرسة الجديدة. اما شيرا بيكون في كوخ مانجي وبيقرأ رسالة رين وبيتوعد له انه هينتقم منه على قطع ايديه وكل اللي حصل ليه. بنرجع تاني عند كجاهزة اللي بيفضل يقتل في المحاربين اللي بيكون عددهم كبير جدا وبيتصاب، لكن بيفضل يقتل فيهم بسيفه. وهباكي بيوصل عند رجال كجاهزة وبيخلص عليهم كلهم، وبيهرب كجاهزة بعد ما بيقتل عدد كبير من المحاربين. وبيقابل رين في طريقه اللي بتطلع سيفها عشان تهاجمه، وهو بيقول لها انه مش فاضل لمواجهتها دلوقتي، وده لان القوات بيطاردوه. وبيجي باقي المحاربين وبيطلع يجري وبتروح رين وراه. اما مانجي بيكون لسه ماشي في الغابة بيدور على رين، وبيعترض طريقه 3 محاربين بيكونوا عاوزين يخلصوا عليه وبيهجموا عليه، وبيقدروا يربطوه من ايديه، بس هو بيقطع دراعه وبيهاجمهم بايديه التانية وبيقتل 2 منهم، بس بيكون انجرح في ايديه ومش قادر يمسك السيف. وهنا بتظهر الست العجوزة وبتسأله لو هو بيخاطر بحياته عشان رين وانه لسه عنده شوية انسانية وايديه بترجع كويسة، وبيقوم يقتل المحارب الثالث وبيخلص عليه. اما هباكي بيقدر يحاصر رين وكجاهزة، وهي بتسأله ليه عاوز يقتل محارب ساموراي زيه بالظبط وانهم جيش كامل وهو فرد واحد وده مش عدل، بس هباكي مش بيهتم لكلامها وكمان بيؤمر واحد من المحاربين يخلص عليها. وهنا بيوصل مانجي في الوقت المناسب عشان ينقذها، وبيكون متضايق منها لانها بتتصرف من دماغها ومشيت من الكوخ. كمان بتدافع عن كجاهزة اللي قتل باباها وبيقول لها ليه معترضة على قتل هباكي، وعلى طول بتبدأ معركة قوية بين الجيش وكجاهزة ومانجي، والقوات بيكون عددها كبير جدا، وبيحاول مانجي وكجاهزة يتصدوا ليهم بأي طريقة وبيتصابوا بإصابات قوية جدا أكتر من مرة. وهنا بيوصل شيرا وبيستغل إن مانجي مشغول في القتال وبيخطف رين وبيهرب بيها بسرعة من المكان، وبيروح مانجي وراه. وهنا بتظهر ماكي وجنود هباكي كانوا بيضربوا نار على كجاهزة بالبندقية، بس هي بتجري تحميه وبتموت بداله. أما مانجي بيوصل الكوخ عند شيرا اللي بيكون مكتف رين وبيهدده يقتلها بسبب اللي عمله فيه، كمان بيجرحها بالسكينه في بطنها، وبيقول لمانجي يرمي كل الاسلحه بتاعته في البير وهو هيسيب رين تمشي، بس مانجي مش بيكون واثق فيه وبيرمي اسلحته ما عدا سكينه بيحدفها على الحبل اللي رين مربوطه بيه وبيحررها. وهنا مانجي بيدخل في قتال معاه، بيقدر بكل قوته يهزمه، كمان بيوقعه من على المنحدر، وبيكون شيرا ماسك في الحبل. وهنا مانجي بيقطع الحبل وبيقع في الشلال وبيخلص عليه في الاخر. بنروح عند كجاهزة اللي بيكون قتل كل الجنود اللي بيهاجموه ومش بيكون فاضل غير هو وهباكي، وبتبدا بينهم مواجهه قويه جدا، بس كجاهزة بيكون اقوى من هباكي وبيوجه له ضربات عنيفه جدا، وفي الاخر بيقتله هو كمان. وبيظهر قدامه مانجي ورين، وهنا مانجي بيعرفه ان جه الوقت اللي لازم يحقق فيه انتقام رين ويقتله، وبيدخلوا في مواجهه هما الاثنين.
وبتبدأ بينهم معركة قوية جدا. على الرغم ان الاتنين بيكونوا متصابين اصابات قوية الا انهم بيصمدوا قدام بعض، وبيسيطر مانجي على القتال وبيوجه لكاجاهيسا ضربات قوية وبيقدر يهزمه وبيوقعه على الارض على ركبته. وهنا مانجي بيدي السيف لرين عشان تحقق انتقامها وتقتله بنفسها، ورين بتمسك السيف ولما بتقرب منه بتكون مهزوزة ومش قادرة تقتله وبتقرر تسيبه يمشي، بس هو بيفضل يستفزها. كمان بيقول لها انه هيجي يوم وهيحقق في انتقامه منهم وهيقتلهم من غير رحمة، وده بيعصب رين جدا وبتجري عليه عشان تقتله، بس هو بيتصدى ليها وبيكون هيطعنها بالسيف، بس مانجي بيقف قدامها وبياخد الضربة بدلها وبيطعنه كاجاهيسا طعنة قوية جدا في بطنه، وده بيعصب رين جدا. واخيرا بتتشجع وبتطعن كاجاهيسا بالسيف، وقبل ما يموت بيقول لمانجي انه هيستناه في الجحيم، بس مانجي بيرد عليه وبيقول له انه مش هيموت الا لما رين تموت في الاول. وبيموت كاجاهيسا اخيرا ومانجي بيقع في الارض، ورين بتكون مفكراه مات وبتفضل تعيط عليه، لكن بعدها بيفتح عينيه وبيطمنها انه لسه ما ماتش. ولحد هنا بيخلص فيلمنا. لو عجبك فيلم النهارده ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.